السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من جديد، هشام من كلان بنات شباب سوري الكبير. حابين نستعرض كمان حربنا الجديدة اللي فزنا فيها 70 مقابل 52. كانت هجماتنا فرقت معنا الحرب على 5 نجوم، طبعا بيوت ليفل 10. خلينا نستعرض الهجمات اللي هي هجمتي أول وحدة بنستعرضها من فوق لتحت إن شاء الله. العقرب اللي هو بيكون أنا، طبعا أنا بيتي ليفل 9 وهجمت على بيت ليفل 10، بس هذا التصميم إن شاء الله بالجوي سهل، بس بدك تكتكله مثل ما أنا سويت. شوف مثلا حطيت المنطاد، طلعت التنين، بعدين حطيت حبة مينيوم والملكة. طبعا لازم تكون سريع انت مخطط. طبعا هالتصميم هذا ما تاكلوا همه، يعني جوي بيتختم بسهولة ان شاء الله. بنسرع شوي. هاي الدعم طلع، حطينا من هون الملك على الملكة، من الزاوية هون عنا منطاد وتسريع، ومن الزاوية هون منطاد وتسريع مشان ناكل الاطراف، الدفاعات من الاطراف، مشان ندخل على الانفرنو مباشر بالمنطاد. طبعا خلاص راحت اللعبة هونيك، ما بدنا اياها، خلصت مهمتها. وهي تجميد يمين ويسار. طبعا هون هلا صار البيت فاضي للمنيوم بكل سهولة. بنشوف تكملة الهجمة. طبعا انا اخذ حوالي 23 حبة منيوم ومنطاد. خليني متذكر بقى، ما متذكر كم اخذت العدد الجيش. طبعا هي المنيوم ما شاء الله كمان دمر بيت للمهندسين. وهيك بتكون الهجمة خلصت، والحمد لله اخذنا النجمتين من الاول. نستعرض هجمة ثانية اللي هي هجمة عباس كولدينج. صراحة وحش. طبعا ما شاء الله يعني الحروب فرقت معنا، مثلا على كل بيت مثلا واحد ياخذ 98% 99% من بيت ليفل 10. يعني ما شاء الله هجوم الشباب ممتاز جدا جدا، وما في عليهم اي غلطة. طبعا احنا ما بنحط اي احد بالحرب الا ما يكون خبرة، مثل عباس، مثل مصطفى، مثل مارشال ويحيى، مثل عبد الله كمان كينج. كلنا هذول ما شاء الله عمالقة عنا اياهم بالحرب، وما بيغلطوا باذن الله. يعني خلص نجمتين او 3 نجوم باذن الله. طبعا هي نجمتين. والسلام عليكم، الله يعطيك العافية عباس. 70% حلوين، 71 كويسين. ننتقل كمان على هجمة عبد الله اللي ملقب اذكر الله واستغفر. بنشوفها بشكل سريع. اخر فيديو بنشوفه ان شاء الله بهالمقطع، ونكمل الفيديوهات الثانية ان شاء الله عشان ما نطول عليكم بالفيديوهات. شوف طلع الدعم اول اشي عبد الله. اكيد بده يحط هلا ملكة وحط الحجري. كويس يا عبد الله، فتح السوق. هو ما شاء الله يعني كان المفروض ينزل الملكة قبل الحجري، بس كمان كويس لحق حاله وما قصر. مات الحجري مو مشكلة، في عنده هجوم قوي. والبيت دخلته من الجهة ممتازة جدا، يعني راح يضمن نجمتين بكل سهولة. يعني الدخلة المحل ما دخل من الجيش هي نقطة ضعف الخصم. طبعا انتوا لازم تدرسوا الخصم قبل ما تهجموا، وين نقطة ضعفه، وين كيف راح يمشي الجيش، يمين يسار، وكيف راح يدخلوا الجيش، كيف الهيرر راح يمشي مع الباولر، والملكة كيف راح تمشي. كله هذا لازم تحسبوا له حساب قبل ما تهجموا، تدرسوا الأرض مزبوط 100%. طبعا يا عبد الله ما شاء الله عليك، يعني ختم الأرض كلياتها، ما ضل ولا شيء إلا هالدفاعين، الدفاع والبيت. يعني لو معه شوية وقت كان أخذ 3 نجوم بإذن الله. نكتفي في الفيديو حاليا، وإن شاء الله نلتقي
بعد قليل ان شاء الله بفيديو تاني بنشوف رقم 4، بنشوف رقم 5، بنشوف رقم 6، بنشوف رقم 7. يعطيكم العافية ونلتقي ان شاء الله.